والله ان التصوير في ذا الجو البارد ما ينفع. الصوت واللبس ولكن اعذروا علشان ما ننسى الفكرة. هذا في ذكرى وفاة جمال عبد الناصر الثانية، جابوا نزار قباني وسووا له مرثية من اشهر المراثي بالعصر الحديث، اللي هي تناديك في شوق مآذن بكة وتبكيك بدرا يا حبيبي وخيبر، لين يقول نساء فلسطين تكحلن في الأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا ثابت في أصوله وهل شجر في قبضة الظلم يثمر، إلى آخرها. طبعا تعرفون الأحداث بين مصر والسعودية واليمن وجمال عبد الناصر والملك فيصل. المهم يوم توفى الملك فيصل عليه رحمة الله، سوى محمد الثبيتي مرثية قبل 50 سنة على نفس الروية. هذا ما لقيته حتى كلم عنها. يقول غدور محمد الثبيتي، يا أخي الله أكبر. يوم نقول لك أن الشعر ديوان العرب، شوف الواحد يقدر يطلع السالفة والأحداث من القصيدة هذه. فيقول غدور هي الأيام والشر أغدر، وأيدي المنايا في النفوس تخيروا، أحقا طواك الموت يا فيصل الهدى، ألا إنه الخطب الجليل المدمر، مصاب هوى فوق النفوس فما ترى سوى مقلة تبكي وقلب يفطر، وكارثة ألقت بنا في جحيمها ونازلة حلت بنا لا تقدر، رحلت وفي الأكباد أعقبت حسرة وأي فؤاد ما بكى كيف يعذر، فجعنا وما كدنا نصدق أنه سيأتي يوم فيه تفنى وتقبر، ولم نتخيل أن تموت كما جرى وأن سلاحا في محياك يشهر، ولكنها الأقدار تجري بحكمة ويملي بما فيها كتاب مقدر، قضيت شهيد الحق والمبدأ الذي وقفت عليه العمر تحمي وتنصر، تركت أماني الشعب ثكلى حزينة وكانت على كفيك تحيا وتنشر، وخلفت شعبا ساده الهم والأسى. الله يغفر له ويرحمه محمد الثبيتي. يا أخي هذا أيقونة الشعر السعودي، هذا مفخرة الشعر السعودي محمد الثبيتي عليه رحمة الله. في قصيدة ثانية له يقول يا امرأة بيننا قدح صامت كيف أعبر هذا الفضاء السحيق لكي أملأه، يا امرأة بيننا برزخ من جنون وسهد تشرب ماء العيون وحزن يسد فضاء الرئة، يا امرأة بيننا عاذل لا يرى وعين مجافية للكرى وليل قناديله مطفأة، يا امرأة. تكلم عليه رحمة الله عن نجم من النجوم. ما هو نجم من النجوم؟ نجم من النجوم. يقول بأي مكان حقير ثويت فلا أنت حي ولا أنت ميت، ولا أنت في الناي لحن حنون ولا أنت فاصلة في بوييت، قدمت مع الليل نجم غريب فلما تلوى الظلام طفيت، وسرت ترد فلول الشعاع فعاد الشعاع وأنت اختفيت. أيوة ستبقى على هامش الذكريات إذا أشرقت شمس يوم ذويت، وألف من الأنجم الزاهرات تضيء لنا دربنا إن أبيت. يقول بالله يشوف فلسفة الثبيتي. يقول خبل يا أخي الله يغفر له ويرحمه، أقصد عميق جدا. يقول القصيدة إما قبضت على جمرها وأذبت الجوارح في خمرها فهي شهد على حد موس، فحتى ما أنت خلال الليالي تجوس وعلام تذود الكرى وتقيم الطقوس، وألف من الفاتنات الأنيقات يفرحن ما بينهن عروس، ولا أنت أوتيت حكمة لقمة ولا هن أوتين فتنة يوس، وكيف تأتي القصيدة ما بين ليل كئيب ويوم عبوس، وماذا تقول القصيدة بعد غروب المنى واغتراب الشموس، فعلى الطرقات تدار المنايا وفي الشرفات تدار الكؤوس، فالقصائد كالناس تحيا لها يوم سعد لها يوم بوس عليه رحمة الله.